السلام عليكم. معكم زكريا معكم. الحصص ولا الحلقات اللي فاتوا كنا دولنا على الشغف، ولا شنو هما الوسائل. من بعد دولنا على شنو هما الوسائل اللي ممكن انك تستعملهم باش تعبر على الشغف ديالك. وفي الاخير كنا دولنا على كيفاش انك تقدر تحول واحد الفكره لفعل. اليوم جيت باش نتكلم لكم على واحد الموضوع اللي حتى هو مهم بزاف في المسار ديال كل واحد فينا. كل واحد فينا بغى يعبر مثلا على الشغف ديالو. ضروري كيجي واحد الوقت كيحس براسو بانه وقف وما بقاش عنده الافكار اللي بها غادي يزيد بالمشروع ديالو لقدام. دونك في هذه المرحله بالضبط كنحتاجوا شي حاجه هي اللي غادي تخلينا نزيدوا لقدام. هذه الحاجه هذه واللي هي الموضوع ديالنا ديال اليوم هي الالهام ولا الانسبيراسيون. دونك كيفاش ان الانسبيراسيون هي واحد الوسيله اللي كتخلينا نزيدوا داكشي ديالنا لقدام، سواء في المجال الفني ولا المجال المهني. دونك كيف ما لاحظتوا من خلال الهضره ديالي، فانا حاولت انني نقسم الموضوع ديال اليوم لجوج حوايج: الناس اللي كيهتموا بالفن والناس اللي مثلا عندهم واحد المشروع ولا خدامين في شركه ولا عندهم كاع الشركه ديالهم. كيفاش انهم مثلا الى طاحوا مثلا في واحد المأزق اللي هو انه حس براسو ستاغنا، يعني وقف، كيفاش يقدر يزيد بالعمل ديالو لقدام. دونك كيف ما قلت غنقسموا الموضوع ديالنا لجوج ديال الاقسام، اللي هو مثلا انا الا كنت ارتيست واذا كنت بروفيسيونيل. فبالنسبه لي انا ارتيست هو واحد الانسان اللي كما كتدل السميه ديالو كيقوم بواحد العمل اللي هو فني. فمثلا الى خدينا مثلا المجال ديال الرسم، ولا مثلا المجال ديال الكتاب ولا الادب ولا اي حاجه عندها علاقه بالفن، فضروري هذا الفنان هذا كيدوز من واحد الحوايج اللي كيتسموا لي باز. وهاد لي باز هادو منين كيشدو مزيان ولا كيشد اون غروند بارتي من هاد لي باز هادو، ديك الساعه كيبدا يقدر انه يبدع. وهنا غيجي المفهوم ديال الابداع. الابداع هو ان واحد الملكه اللي كتخليك انك تشد مجموعه ديال الاشياء اللي كيبان بانها ما عندهاش علاقه مع بعضياتها، وانت بالعقل ديالك كتخلق واحد العلاقه مع بعض هذه الاشياء هذه. والحاجه اللي كتعاونك انك دير هذه العلاقه هذه هي الانسبيراسيون. دونك من الحوايج اللي كيانسبيرو الفنان ولا كيخليوه يزيد بالفن ديالو قدام، فهو العالم الخارجي اللي كينتمي ليه. يعني هو ممكن انه حتى العالم الداخلي. يعني مثلا بعض المرات الانسان مثلا ملي كيكون في واحد اللحظات من التامل وكيشوف مثلا لي زيكسبيريونس اللي داز منها كامله، كيلقى بان كاين واحد المعنى، وذاك المعنى هو اللي كيحاول انه يزيد كيزيد بالعمل ديالو قدام. فمثلا الا خدينا المثال ديال الكاتب، كتلقى الكاتب يا اما كيجي الالهام من العالم الخارجي واما من العالم الداخلي. فمثلا هو كيشوف واحد المجموعه ديال الناس كيفاش كيتصرفوا، ولا كيشوف مثلا واحد شي حاجه في الطبيعه كيفاش كتصرف، ومنها كيحاول يسقط على الوضع ديالو ولا على داكشي اللي كيعيشو. وهنا كيبدا يكتب لنا شي حوايج اللي كتبان لنا بانها جديده، وهي فعلا جديده. هي ماشي جديده 100%، مي كانت في واحد المجال وهو خرج علينا للمجال الاخر، المجال ديال الواقع هو راه علينا. دونك كيف ما قلت لك الارتيست من الحوايج اللي كيخليوه يزيد بلاص ديالو قدام هما الانسبيراسيون. وشي حوايج في الانسبيراسيون كيف ما قلت كاين العالم الداخلي والعالم الخارجي ديالو. دونك العالم الداخلي وكذلك العالم الخارجي. وهذا العالم الداخلي كيف ما قلت لك هو عباره مثلا على واحد التجارب اللي مر منها ولا احاسيس حسها. وهذه الاحاسيس في حد ذاتها حتى هي الا بغينا نعبروا عليها كيخص ضروري من انسبيراسيون من العالم الخارجي. دونك كاين واحد العلاقه ما بين العالم الخارجي والعالم الداخلي ديال هذا الفنان هذا اللي منهم كيحاول انه يجبد واحد المواضيع اللي هي جديده. وهذه العمليه هذه كتسمى الانسبيراسيون. دونك نعطي واحد المثال باش نكونوا اكثر دقه. فنرجع للمثال ديال الكاتب. فمثلا انا كنكتب
دونك عندي لي باز مثلا كنعرف كيفاش نعبر على واحد الحاله معينه، ولا على واحد الشكل معين، ولا على واحد الوضعيه معينه. لكن واحد الوقيته حسيت براسي وقفت، فانا غادي نحاول انني ندير واحد لحظه تامل في واحد العالم اللي هو خارجي. غادي نجلس مثلا في الطبيعه ولا في البحر وغنبدا نلاحظ، فكون على يقين انك ضروري في الطبيعه غادي تلاحظ شي حوايج اللي غادي يعاونوك باش تكمل على المسار الفني ديالك. او لا ممكن انك مثلا تمشي لشي بلاصه، فغالبا انا مثلا شخصيا ملي كنبغي نكتب كنمشي لشي بلاصه فيها الناس بزاف وكنبدا نلاحظ، فكيبدا يبان لي مثلا كل واحد كيفاش كيتصرف. من خلال التصرفات ديال الناس كنقدر انني نجيب واحد الافكار اللي هي جديده. دونك هنا حيت الانارتيست بالنسبه لي هو واحد الشخص اللي عنده واحد رؤيه عميقه جدا، وخا نبقى نشرح حتى نعيا غنبقى ديما بعيد على المفهوم ديال الفن ولا الفنان. دونك انا حاولت غير انني نقول لكم بعض الامور اللي ممكن انها تجيب الانسبيراسيون انا كمصور ولا ككاتب ولا كشاعر ولا كفنان ولا كرسام مثلا، كيفاش نقدر ما نستعجلش ما نوقفش نزيد قدام. دونك الى كنا سالينا مع الارتيست غندوزو لو دومين بروفيسيونيل. فمثلا في الدومين بروفيسيونيل انا مثلا عندي واحد المشروع بسيط، مثلا جو سوي كوميرسيال، مثلا كنبيع المشاريع. مثلا واحد الوقيته بغيت يعني انا غادي مزيان، واحد الوقيته بان لي بان داكشي ديالي ما كيزيدش لقدام، ديما كنحقق لو ميم. مثلا الشيف دافير جورنالي ديالي ديما هو لو ميم، يعني وقف. دونك انا كيفاش غنحاول انني نجيب افكار جديده اللي تخليني نزيد بهذا المشروع ديالي لقدام. دونك كاينه واحد لا ميثود كاينه انا كنت قريتها شخصيا، كاينه في لو دومين بروفيسيونيل. هاد لا ميثود هادي سميتها برين ستورمين، يعني انت كتشد دماغك وكتحصرو لواحد الدرجه انه كيبدا يعطيك واحد الافكار اللي هي كتعاونك باش تزيد المشروع ديالك لقدام. دونك برين ستورمين ولا لو لونسمون دي زيدي كاين اللي كيسميوه غوميميناج. دونك يعني بين اللونسمون دي زيدي يعني تضارب الافكار كتبقى تجي وكتشد انت ديك الساعه الفكره اللي كتبان لك احسن فكره، وهي اللي كتحاول تخدم عليها باش تزيد المشروع ديالك لقدام. هذه اذا كنتي مثلا انت عندك صاحب مشروع وكنتي غير بوحدك، يعني انت انتربرونور بينك وبين راسك، كما قلت لكم كنستعملوا لو برين ستورمين. فمثلا انا كنبيع واحد المنتوج معين، انا خديت المثال ديال الكوميرسيال، نتوما ممكن تسقطوا على اي مثال بغيتو. فمثلا انا كنستعمل كنبيع واحد المنتوج معين، واحد الوقيته كيف قلت لكم داكشي ستاغنا، لو شيف دافير ما بقاش كيزيد قدام، شنو ممكن انني ندير؟ دونك غادي نسول راسي واحد السؤال، شنو هما الحوايج اللي مخلين الشيف دافير ديالي ما يزيدش قدام؟ فمثلا نقدر نقول لك انا الشيف دافير ديالي ما كيزيدش قدام حيت ما كنديرش بوبليسيتي مزيان البرودوي ديالي. جو في با اون بون بوبليسيتي، زعما نقدر نقول une mauvaise publicité. On n'a pas de publicité quand même. مثلا حنا دابا في هاد الاونه الاخيره الوقت اللي كنعيشوا فيه كتلقى مثلا واحد الكوميرسيال كيركز كثر على لو تيران وتنسى الانترنت والكوميرسياليزاسيون ولا لا بوبليسيتي باغ انترنت. يعني ما عندوش السيت ديالو، ما عندوش باس فيسبوك، دونك يا با ce qu'on appelle le e-commerce. Donc, ما كاينش le e-commerce. هاد le e-commerce ولا الترويج عبر الانترنت. شنو ممكن عاوتاني؟ فمثلا انا هاد البرودوي ديالي ابقى لا ريبريزونطاسيون ديالو، يعني كيفاش كنقدمو ولا كيفاش، يعني ما مسيبليش الناس اللي كيهتموا اكثر بهذا البرودوي هذا. يعني انا غير كنبيع لاي واحد، دونك ما كاينش واحد لو سيبل هو اللي كان يعني كان بحال هادشي
كنركز عليه باش يعني انا البرودوي ديالي مختص لهاد الجهه هادي ولا لهاد الناس هادو ولا دونك بزاف ديال الافكار تقدر تطيح لك. من بعد كنشد هاد الافكار هادي كنشدها وكنوطيها، كنقول مثلا با بوبليسيتي اجي انا الا درت البوبليسيتي البرودوي ديالي واش فعلا غادي يولي يتباع، وكيبان لي بلي البرودوي طيب ما ديكش البوبليسيتي مزيان ورغم ذلك كيتباع. دونك هنا عاوتاني كتجي واحد من سورس دانسبيراسيون وحده اخرى عاوتاني، هي انني كنشوف مثلا لا كومبيتيتيفيتي، الناس اللي كيديروا نفس البرودوي ديالي انا علاش هما كيبيعوا مزيان وانا ما كنبيعش مزيان. دونك هنا نقدر ندير واحد تكون عندي واحد الفي كونكورونس، يعني انا كنمشي كنقلب على الكونكورون كيفاش كيخدم وهادي نحاول الا كان مثلا نقدر ندير دي سيمينار ولا نقدر نجلس معاه وندير معاه شي قهوه ونقدر نشوفو هو كيفاش كيخدم. دونك كومبيتيتيفيتي هنا نشوفو هنا كومبيتيتيفيتي علامه الكلمه فوالا. دونك كنوقف كنقول فوالا البوبليسيتي غنعطيها مثلا من 1 حتى 10 غنعطيها 5 على 10. اي كوميرس البرودوي تاعها بصح راه السيد هذا من دار الباج ديالو سور فيسبوك راه صراحه ولا عنده داكشي ماشي مزيان وهادي ولا دي كليون جداد ولا الباج ديالو غادي كتعمر هو حتى هو لاباج ديالو ماشي تيخلص عليها باش كيبوستي لي رونط ديالو ولا شنو كيدير. دونك هادي مزيانه. دونك نعطيها 8 على 10. كومبيتيشن بصح لا راه كيبيع مزيان وهادي ولكن ما عرفتش علاش شنو كيدير بالضبط باش اللي كيخليه يزيد البرودوي ديالو لقدام. دونك هذيك هي غنخدم عليها مزيان 7 على 10. دونك في الاخير كنبدا نحيد مثلا شنو هما الافكار اللي حطيتهم وما غاديش يعاونوني بزاف غيضيعوا ليها وقتي وهذا. دونك غنحاول نخدم على الافكار اللي اكثر اهميه. فمثلا انا الفكره الاكثر اهميه انا اللي نخدم عليها حنا نبداو نخدمو شويه بشويه. الاكثر اهميه عندنا هذه اللي هي عندنا 8 على 10. دونك غنفكر في الاي كوميرس. دونك مثلا غنصايب باج ديالي فيسبوك ولا غنصايب ان سيت وغادي نبدا نقلب على ناس اكثر وديك الساعه نقدر نخدم حتى على السيبل ديالي ولا بزاف ديال الامور. دونك هنا نكونسالي مثلا مع ان بروفيسيونيل اللي خدام بوحدو. فندوزو مثلا هذا مثال غيكون اكثر وضوح. دونك غنخليو لو برين ستورمين ديما غنبقى في لو برين ستورمين بالنسبه للبروفيسيونيل سواء كان بوحدو ولا مجموعه ديال الناس. بون فمثلا في الشركه ضروري كنلقى راسي خدام مع واحد الفريق ديال العمل والفكره ديال الواحد ماشي هي بحال الفكره ديال بزاف ديال الناس، الا ان حنا غالبا المشكل اللي كنطيحو فيه هو ان كلشي باغي يفرض الفكره ديالو. وهنا لو برين ستورمين تيجي باش كيقاد لينا الافكار وما كيبقاش عندنا المشكل لا غنديرو هادي ولا غنديرو هادي لا خصنا نديرو هادي. كل واحد كيبغي يدير الفكره ديالو. هنا كنستعملوا واحد الاستراتيجي اللي بحال تقول كتغذي كلشي وفي الاخير كيخرج كلشي مقتنع بالفكره اللي غادي نخدموا عليها. ففي البرين ستورمين مثلا انا خدام في واحد الشركه معايا 7 ديال الناس غادي نديرو واحد البوتيت ريونيون غادي نتجمعوا وغادي نبداو نحطوا الافكار ديالنا. فمثلا غنخدموا على نفس المثال واحد الشركه كتحقق واحد لو شيفر دافير اكس وواحد النهار لو شيفر دافير ديالها بقى ستابل وهي بغات تطلعو. دونك غادي نجمع انا الناس اللي خدامين معايا 7 الناس كيف ما قلت وغادي نقول لهم فوالا حيت ماشي غادي نقول لهم لا الشيفر ديالنا طايح اصلا هذاك الشيء. بالعكس خاصنا حنا نقلبوا على حل. وباش تقلب على حل بحال كتقلب عليه بالعقل وغير بشويه. انا غيحاول غنديرو اون ريونيون وغنهضر فوالا لو شيفر دافير ديالنا الى ستابل ما كيزيدش قدام. دونك انا كنسولكم كليدر ولا كماناجر ولا اي حاجه كيفاش اننا نقدروا نزيدوا بهذا الشيء ديالنا لقدام. فهنا غيبداو لي لونسمون ديال لي زيد شنو نقدروا نديروا باش نزيدوا بالشيء ديالنا لقدام. حنا 7 الناس الاول غيقول لك مثلا الشخص نسميوه بيرسون بيرسون غيقول لك لو شيفر دافير ديالنا باش نزيدو بيه لقدام ماشي مشكل غناخد نفس خاصنا نديرو اون بون بوبليسيتي. دونك غنسميها انا فكره رقم 1 ولا ايدي 1 ديال لا بيرسون 1. غيجي بيرسون 2
غادي يقول لك الشيفر دافير ديالنا الا بغينا نزيدو بيه لقدام خاصنا سيدي نديفلوبيو الاي كوميرس ديالنا بحال سميتو. دونك غادي تجي عندك هنا ميدي 2 غيجي مثلا الشخص الثالث غيقول لنا الفكره حتى هو مثلا شي دافير ديالنا باش نزيدو بيه لقدام خاصنا نشوفو لا كومبيتيتيفيتي. دونك هنا مثلا لي بيرسون كاملين دونك لي بيرسون 3 غيعطينا اون ايدي 3 بيرسون 4 غيعطينا ايدي 4 بيرسون 6 عطينا ايدي 6 حتى ايدي 7. دونك هنايا غنبداو كل ايدي ملي غنجمعو لي زيدي كاملين نقدر مثلا هاد بيرسون 1 يعاود يعطينا اون ايدي اخرى اللي غتكون اي 8 مثلا يعطينا هذا تا هو اي 9 اي 10 يعني هنا غنبقاو نجمعو في لي زيدي. حنا غادي نتعرفو نقدرو نقولو مثلا ملي غنوصلو ل 40 ايدي غنوقفو. دونك خاصنا 40 ايدي اللي غادي تبين لينا كيفاش يعني شنو هو المشكل اللي مخلي لو شيفر دافير ديالنا يبقى ستابل. دونك حنا غنبقاو نجمعو حتى نوصلو مثلا ل 40 ايدي. فوالا من بعد غادي نشدو هاد لي زيدي هادو وغنبداو نطيرو منهم لي زيدي اللي كنظنوا حنا كاملين بانهم دي زيدي ما نافعين لوالو. بون كيف ما قلنا في الاخير غادي نبداو نقادو لي زيدي ديالنا. حطينا مثلا 40 ايدي وصلنا ايدي نيميرو 40. هنا غنرجع وغنبداو بايدي ايدي نيميرو 1 شنو غادي يقول لك؟ غنبداو نسولو الناس اللي معنا 7 ديال الناس كل واحد غيعطينا نقطه لهاد ليدي هادي على 10. فمثلا ليدي 1 الاول غادي يعطيها 5 على 10، الثاني غيعطيها 7 على 10، الثالث غادي يعطيها 8 على 10 الى اخره. في الاخر غادي نديرو واحد العمليه اللي هي بسيطه وسهله، وهي اننا غنجمعو هاد النقط وغنقسموهم على 7 باش هكا نعرفو ليدي 1 شحال عطاتنا. دونك ملي غنجمعو هاد النقاط وغنقسموهم على 7 غيعطيونا مثلا نقولو 6 على 10، وهكا النقطه الاولى غيبان لنا بانها جات 6 على 10 وغنبقاو خدام النقطه الاولى كذا حتى نوصلو لايدي 40 وغنشوفو شحال عطاتنا النقطه هي. نعتبرو انها تعطينا 1 على 10. فوالا دونك غتعطينا حتى هي النقطه ديال على 10. وفي الاخير غنحاول اننا نختار 5 ولا 4 ولا 6 النقاط الاخيره اللي غادي نخدمو عليها بالضبط، وهنا غنكونو سالينا المشكل ديالنا. دونك هذه هي الحلقه ديال اليوم. حاولنا اننا نبينو فيها يعني لي زافونتاج ديال الانسبيراسيون من جميع النواحي، سواء كنتي ارتيست ولا عندك ان بروجي اللي خدام انت بوحدك ولا كنتي انت خدام او ميليو دون سوسيتي، كيفاش انك هذوك الناس اللي معاك تستغلهم بور فوز انسبيري وتجيب دي زيدي جداد باش تزيد بالمشروع ديالك لقدام. بون كنتمنى انني نكون فدتكم، وإلا عجبتكم الحلقه ديال اليوم ديروا بارطاجي وتابوناو في لاشين يوتيوب وفي لاباج مالكم كيف ما كنقول لكم ديما عفاكم علينا. Peace.